خلاص يا تيتا، يلا عشان أسمعلك بقى. شكلك مبسوط النهاردة. لأ، الحقيقة جايلك بمشكلة كالعادة. قولي يا حبيبتي، أصل أنا ما ورايش حاجة غير كنت والكتب. الولد اللي بعتلي رسالة وقال لي إن عنده مشكلة، فاكراه؟ ماله؟ عنده بهاق، والطلاب اللي في المدرسة ما بتتعاملش معاه ولا بيكلموه، ولو كلموه يبقى عشان يأذوه بكلامهم. يا حبيبي، طب وبعدين؟ متعقد من الناس ومش عايز يتعامل معاهم، ومش راضي إن حد يساعده. هو أنا أقدر أعمل حاجة عشانه؟ تقدري طبعا، الناس كلها دلوقتي بتحبك وعايزة تساعدك في الخير اللي بتعمليه. ولا نسيتي يوم تمارة؟ لأ، ما نسيتش. بص يا نورة، لما تقابلك مشكلة، أي مشكلة صعبة، اعرفي أسبابها كويس الأول، وبعد كده ارسمي خطة فيها كل الحلول اللي ممكن. ارسمي. صح، أنا جاتلي فكرة. شكرا يا تيتا. وادي الكاميرا يا عم علي عشان تعرف انك مصاحب راجل. طب ما توريني بقية المعدات؟ لا، مش قبل ما تغير اسمي على موبايلك وتكتبه البلوجر نور. يا لوليتا، أنا عرفت هنحل مشكلة مروان إزاي. تعالي نكلمه. يا مروان كلمني، عايزاك ضروري. يا مروان، الريكورد عمل علامتين صح زرق. رد بقى. 5 ثواني بالظبط، لو ما ردتش عليا هكلمك فيديو. أنا كده استنيت كتير قوي. يلا يا لوليتا نكلمه فيديو كول. إيه؟ برافو يا يوسف، برافو عليك يا حبيبي. الو، ازيك يا نورة؟ شفتي اللي حصل يا ميس؟ خير، في ايه؟ مروان عمل لي بلوك. ايه ده؟ طب انت عملتي حاجة تضايقه؟ ابدا والله، انا بس بعت له حوالي 7 رسايل وما ردش عليا، وبعد كده جيت اكلمه فيديو كول عشان كل ده ومش عايزاه يعملك بلوك؟ طيب انا هتصرف، ما تقلقيش. ما قلقش ازاي بس؟ دي الطريقة الوحيدة اللي كنا بنتواصل بيها معاه. دلوقتي احنا ما نعرفش عنه اي حاجة. لا، في طريقة طبعا. انا هجيب بياناته من كشوفات المدرسة وبعد كده نتصرف.